السلام عليكم طلاب الصف الثالث الثانوي، معاكم مسيو جميل أحمد. إن شاء الله النهارده هنشوف مع بعض الحصة رقم 2 في كورس التأسيس. طبعا الحصة اللي فاتت شفنا إزاي بنكتب الاسم في اللغة الفرنسية وفهمناها كويس، وكان على الحصة دي واجب، فلازم ترجع تشوفها لو أنت كنتش شفتها، لأن النهارده إن شاء الله هنكمل عليها. هبتدي على بركة الله. النهارده إن شاء الله هنشوف مع بعض لي برونون سوجي اللي هي ضمائر الفاعل. ايه هي ضمائر الفاعل؟ لازم في الاول نحفظهم، نعرف ان انا يعني جو، يبقى جو يعني انا. انت او انت تي، يبقى تي بمعنى انت او انت، الشخص اللي انا بخاطبه ايا كان ولد يبقى اقول له تي انت، بنت اقول لها تي انت، دي جزئيه مهمه. هو يعني إيل، هي ال، بحفظهم كده جو تي إيل ال. نحن يعني نو، أنتم يعني فو. ولاحظ النو شبه الفو في الكتابة، بس خد بالي إن النو بالإن والفو بالفي، ولو اتلخبطت فيهم أو نسيتهم في الامتحان افتكر إن هنا النو إن شبه النون اللي هي بتاعت نحن، نو نحن، إنما الفو أنتم. هم يعني إيل أفيك أس، هن إل أفيك أس. وفي الاخر عندنا الأم دي بمعنى نحن او الناس، هنفهمها بالتفصيل كمان شويه. طيب المطلوب مني ايه؟ المطلوب ان انا احفظ دول، بحفظهم كده جو تي إيل ال أم، اجيب الأم الاول، بعدين نو فو إل افيك اس إل افيك اس. تمام؟ بقراهم كمان مره جو تي إيل ال أم نو فو إل افيك اس ال افيك اس. طبعا لازم اعرف معانيهم كويس. في ملاحظه بسيطه ان دي اسمها إيل ودي ال، دي اسمها إل افيك اس ودي ال افيك اس، بس كلمه افيك اس بقولها بس في الشرح عشان اميز بينهم، انما في النطق العادي دي اسمها إيل ودي كمان اسمها إيل، الاثنين نفس النطق، ودي اسمها ال ودي اسمها ال. تمام؟ طيب انا حفظتهم. بعد ما احفظهم لكل ضمير من دولت عليه ملاحظة معينة لازم أكون عارفها. أول ملاحظة معانا وهي الجو اللي هي بمعنى أنا. لازم أكون عارف يا شباب إن الجو لو جي بعدها حرف متحرك بيتقلب لجي أبوستروف، يعني حرف الأو ده بنشيله ونحط مكانه أبوستروف لو جي بعده كلمة بادئة بحرف متحرك. طب هي الحروف المتحركة اللي احنا خدناها في أول الحصة اللي فاتت، عشان بقول لك لو أنت ما شفتش الحصة اللي فاتت لازم ترجع تشوفها. تمام؟ يبقى لو عندي كلمة بادئة بحرف متحرك بخلي جي أبوستروف، زي على سبيل المثال جام. هنا عندي كلمة ام بادئة بحرف الآ اللي هو من الحروف المتحركة، فبالتالي جو شلنا الأو بتاعتها وحطيناها أبوستروف بقت جي أبوستروف. هنا مثلا جابيت نفس الكلام، عشان الأش بادئة تعتبر حرف متحرك فالجو اتقلبت لجي أبوستروف. على عكس مثلا لما أقول جو بارل، هنا الجو فضلت محتفظة بالأو بتاعتها. طب ليه؟ لأن جاي بعدها حرف ساكن مش حرف متحرك. يبقى ببساطة المعلومة اللي أعرفها هنا إن جو بخليها جي أبوستروف لو جه بعدها كلمة بادئة بحرف متحرك، بس كده. طيب دي الملاحظة الموجودة على الجو. تاني ملاحظة معانا الإيل. الإيل هي بمعنى هو. طبعا احنا عارفين إن الضمير بيحل محل اسم، فالإيل دي بتحل محل اسم مفرد مذكر. يعني لو عندي اسم مفرد مذكر والاسم ده فاعل ممكن اشيله واكتب مكانه الإيل، زي مثلا على سبيل المثال اقول احمد. احمد ده اسم مفرد مذكر. اقول مثلا بيير، بيير ده اسم ولد مفرد مذكر. اقول مثلا انشيا، انشيا يعني كلب. حتى لو مش عارف ان شيا يعني كلب، انا عرفت من الآ ان كلمة شيا دي كلمة مفرد مذكر، لان الآ بيجي بعدها اسم مفرد مذكر اللي شفناها الحصة اللي فاتت. مثلا انستيلو قلم. دول كلهم لو جاي اي واحد فيهم فاعل، اهم حاجه يكون فاعل يعني في اول الجمله، ممكن اشيله واحط مكانه الضمير الشخصي إيل، اقول هو. يعني ايه عشان نفهم اكتر؟ مثلا لو عندي جمله زي دي اقول احمد فا استاذ، احمد يذهب الى الاستاد، احمد روجارد لو ماتش، احمد يشاهد الماتش، احمد واكمل اي كلام تاني عنه. هلاحظ ان انا كل شويه اقول احمد. طب انا مش ممكن استبدل احمد دي واقول هو، زي مثلا اقول اول جمله عادي اقول مثلا احمد فا استاذ،
بعد كده بدل ما اقول احمد اقول هو. طب هو ايه اللي في الفرنساوي اللي هي الايل؟ اقول مثلا il regarde le match، ايل واكمل اللي انا عايزه عنه. يبقى انا ببساطه لو عندي الاسم فاعل ممكن والاسم ده مفرد مذكر ممكن ان انا اشيله واكتب مكانه الايل او استبدله بالايل. طبعا احنا عارفين ان الضمير بيعود على اسم سبق ذكره من قبل، اللي هو انا ذكرت احمد في الاول بعدين عوضت عنه بالايل. المهم اللي عايزك تعرفه ان لو عندي فاعل والفاعل ده اسم مفرد مذكر بيساوي الايل، سواء بقى كان عاقل او غير عاقل. عاقل يعني في حياه في اللغه الفرنسيه، والغير العاقل بيقصد بيه الحاجه الجماد. دي برضه معلومه مهمه ان الاسم العاقل في اللغه الفرنسيه هو الحاجه اللي فيها حياه. يعني مثلا الكلب يعتبر عاقل، احمد يعتبر عاقل. هنا مثلا القلم ده يعتبر غير عاقل. لازم اعرف الجزئيه دي من دلوقتي. اتفقنا؟ سواء الاسم عاقل او غير عاقل مفرد مذكر بعوض عنه بالايل. طيب بعد كده اللي هي ال بمعنى هي، دي بتحل محل اسم مفرد مؤنث. يعني لو عندي الفاعل مفرد مؤنث بيساوي الال، زي مثلا منى، سيسيل، إنشات قطة، إنتخوس مقلمة. زي ما اتفقنا لو مش عارف تخوس يعني ايه، عرفت من الإين ان كلمة تخوس دي كلمة مفرد مؤنث. فبالتالي لو اي حاجة من دي فاعل فبيتعوض عنها بالال. فاشمعنى الال؟ لان الال بتحل محل اسم مفرد مؤنث، ودول كلهم اسماء مفرد مؤنث. تمام؟ طيب نيجي على الملاحظة اللي بعد كده. الإيل افيك اس بمعنى هم، اكيد هتحل محل اسم جمع مذكر. زي مثلا ما اقول احمد ايه بيير. احمد ده اسم ولد، ايه يعني واي اللي هي اند بالانجلش، بيير ده برضه اسم ولد. احمد وبيير دول كده يعتبروا جمع. في الفرنساوي زي الانجليزي مفيش مثنى، يعني احمد وبيير ده كده جمع عشان اكتر من واحد وجمع مذكر، وممكن اعوض عنهم بالإيلافيك اس. نفس الكلام ما اقول ديشيا يعني كلاب، دي ستيلو اقلام. فدي كلها اسماء جمع مذكره، وهي جايه فاعل في اول الجمله يبقى بتساوي الإيل افيك اس. طيب الإيل افيك اس هن دي بتحل محل اسم جمع مؤنث. زي مثلا منى اي سيسيل، منى وسيسيل، فده كده جمع مؤنث يبقى بيساوي الإيل افيك اس. دي شط قطط يساوي الإيل افيك اس. دي تخوس مقلمات جمع مؤنث يبقى بتساوي الايه؟ الإيل افيك اس. يبقى ببساطه يا شباب لو الاسم جمع مذكر بعوض عنه بالإيل افيك اس، لو جمع مؤنث بعوض عنه بالإيل افيك اس. طيب لو الاسم بقى كان بالشكل ده بقول احمد ايه منى، احمد ومنى ده كده جمع. مثلا هنا دي تخوس ايه دي ستيلو ده برضه جمع. طيب ده جمع مذكر ولا مؤنث؟ احمد ايه منى، هلاقي احمد مذكر ومنى مؤنث. طيب احط انهي ضمير؟ ببساطه لازم اعرف المعلومه دي ان عند وجود اسم جمع مكون من مذكر ومؤنث، زي هنا مثلا احمد ومنى، احمد مذكر ومنى مؤنث. هنا دي تخوس دي ستيلو، تخوس مؤنث وستيلو مذكر. في الحاله دي بنتعامل معاه على انه جمع مذكر، يعني ببساطه الولد اللي بيكسب. يعني لو عندي جمع، الجمع ده عباره عن اسم ولد واحد و1000 بنت، الولد اللي يكسب، ونتعامل معاه على انه جمع مذكر فنحط الإيل افيك اس. يعني مثلا مثال زي ده، احمد ايه منى فو استاد، احمد ومنى يذهبوا الى الاستاد. انا مش عايز اكتب احمد ومنى دي، عايز اعوض عنها بضمير. اعوض عنها بانهي ضمير؟ هلاقي ده جمع، تمام، جمع مكون من ولد وبنت، يبقى في الحاله دي الولد اللي يكسب فنحط الجمع المذكر اللي هو الإيل افيك اس، يبقى إيل فون استاد، هم يذهبوا الى الاستاد. اتفقنا؟ يبقى انا ببساطه الملاحظات اللي اخدتها لحد دلوقتي ان الجو بتتحول لجي ابوستروف لو جه بعدها متحول. الإيل بتحل محل اسم مفرد مذكر. الآل بتحل محل اسم مفرد مؤنث. الإيل افيك اس بتحل محل اسم جمع مذكر، والآل افيك اس بتحل محل اسم جمع مؤنث. ولو عندي اسم جمع والجمع ده مكون من ولد وبنت فالولد اللي يكسب ونتعامل ونحط الإيل افيك اس. اتفقنا؟ لحد دلوقتي ما جبت سيرة النو ولا الفو ولا التي ولا الأم. تمام؟ يبقى انا لو عندي اسم في اول الجمله بحط حاجه من دول. طيب امتى استخدم النو والفو والتي والأم؟ ببساطه التي بمعنى انت، فبستخدمها لما اجي اكلم شخص واقول له انت تي، بس كده، ما بتحلش محل اسم. طيب امتى بقى استخدم النو؟ نشوف مع بعض. النو بستخدمها في حاله واحده،
لو عندي اسم اي موا، ايه الاسم ده؟ ممكن يكون احمد، منى، المعلم، صديقي، ايا كان الاسم ده وبعده كلمه اي موا. حد هيقول لي طب يعني ايه موا؟ موا يعني انا، بس موا دي بمعنى انا اللي هي ضمير مفعول، انما الجو اللي احنا خدناها من شويه دي ضمير فاعل بمعنى انا برضه. يعني الجو هي في الانجليزي الاي، انما الموا دي ضمير المفعول اللي هي بمعنى مي. يعني الجو بستخدمها كفاعل بتيجي في اول الجمله، انما الموا بستخدمها في اي مكان تاني في الجمله. المهم اللي عايزك تعرفه، لو عندي اسم موا بيساوي النون، زي مثلا ما اقول احمد ايه موا، احمد وانا، هيبقى مين؟ احنا اللي هي النون. طيب لو كان بدل احمد دي مثلا نهى، مصطفى، ايا كان عادي برضه، طالما عندي ايه موا يبقى بتساوي النون. طيب امتى استخدم الفو؟ الفو بستخدمها لو عندي اسم ايه توا. التوا دي بمعنى انت، زي ما اتفقنا التوا دي ضمير مفعول، انما التي اللي شايفينها من شويه دي ضمير فاعل تيجي في اول الجمله. فعامة اي اسم واتوا يبقى بيساوي الفو، زي مثلا ما اقول احمد اتوا، احمد وانت يبقى مين؟ انتم اللي هي الفو. فمثلا لو كان نهى عادي برضه، نهى وانت يبقى مين؟ انتم اللي هي الفو. باخد بالي لو عندي اسم اموا تبقى نو، اسم اتوا تبقى فو، بس كده. بدي الحالتين اللي بستخدم فيهم النو والفو. في بقى الملاحظه اللي جايه مهمه ناخد بالنا منها، ان انا ممكن استخدم الفو بدل التي لما اكلم شخص، بس الشخص ده انا ما اعرفوش او كبير في السن. يعني ايه؟ يعني مثلا جمله زي دي بقول له مسيو سيدي، بقول له فو زابلي كومون، ما اسم حضرتك. هنا هتلاقيني بكلم شخص واحد بقول له سيدي مسيو، المفروض اقول له انت اسمك ايه؟ اقول له تي، بس عشان الشخص ده كبير في السن او انا ما اعرفوش فعايز اقول له حضرتك. طب حضرتك بالفرنساوي اللي هي ايه؟ اللي هي الفو. فهنا بقى الفو مش بمعنى انتم، هنا بمعنى حضرتك. يعني فو زابلي كومون ما اسم حضرتك. يعني ببساطه بستخدم الفو بدل التي لما اجي اكلم شخص ما اعرفوش او شخص كبير في السن. طيب انا هعرف في الجمله في الامتحان ان كانت بكلم حد ما اعرفوش او كبير في السن ازاي؟ ببساطه نستخدم الفو بدل التي لو كانت الجمله بادئه بمسيو اللي هي سيدي، مدام سيدتي، مادموازيل انستي. لو الجمله بادئه بحاجه من الثلاثه دول بنستخدم الفو بدل التي لان بتعبر عن الاحتواء. اتفقنا؟ يبقى خلاصه الكلام هنا ان انا بستخدم الفو بدل التي لو الجمله بادئه بمسيو ومدام ومادموازيل. طب ده ليه؟ لان دول اشخاص ما اعرفهمش او كبار في السن فبصل لهم الاحتواء. طب نيجي على الملاحظه اللي بعد كده واللي هي مهمه. عندنا الأون ده بيستخدم أكتر في اللغة العامية وبمعنى نحن أو الناس. بمعنى نحن يعني بيساوي النون بس في اللغة العامية، وبمعنى الناس هو بيقصد بيه الناس بشكل عام. طب نشوف مثال عشان نفهم. هنا مثلا ما أقول أحمد إموا، أحمد وأنا، زي ما قلنا لو عندي اسم إموا بيساوي إيه؟ النون. طيب احنا قلنا النون بتساوي الأون في اللغة العامية، يعني ممكن استخدم الأون بدل النو في اللغة العامية أو اللغة الدارجة. فممكن أقوم قايل أون ني إيجيبسيان، يعني إحنا بنكون مصريين. واخد بالي إن إيجيبسيان خدت إس عشان عايدة على أحمد وأنا، بقول إحنا بنكون مصريين. اتفقنا؟ طيب ده بالنسبة للأون اللي هي بمعنى نحن. طب لو هي بمعنى الناس تقصد الناس بشكل عام، زي مثلا ما أقول أون فرانس في فرنسا، أون مانج بوكو دو كرواسون، يعني بيقصد بها الناس بتأكل كثيرا من الكرواسون. تمام؟ يعني حقيقة عامة أو اللي هي حاجة موجودة بشكل عام. بل اللي اخد بالي منه هنا إن الأون زي النو اللي هي لو عندي اسم إموا ممكن أحط الأون. طيب أنا في الامتحان لو عندي اسم إموا هحط النو ولا الأون؟ هنشوف كمان شوية إزاي نعملها. اتفقنا؟ نيجي بقى يا شباب على مجموعة من الأسئلة. دلوقتي دي الأسئلة قدامك اهيت، عايزك توقف الفيديو وتبتدي تحلها. وما تقلقش هنحلها مع بعض دلوقتي بحيث لو عندك نقطة غلط أو حاجة هنوضحها مع بعض وتفهمها كويس. يلا ابتدي وقف الفيديو دلوقتي. طيب انت دلوقتي المفروض حليت الاسئله ديت، هنشوفها مع بعض. بيير ده اسم ولد، هو ولد ومفرد، يبقى بيساوي ايه؟ اللي بيحل اسم مفرد مذكر اللي هو الايل. طيب هنا احمد ايه بيير، احمد وبيير ده اسم جمع مذكر يبقى بيساوي الايل فيك اس، ودي بتحل محل جمع مذكر ودي الجمع المؤنث. فهنا دول الاثنين جمع مذكر يبقى الايل فيك اس. طب لوي اموا، عندي اسم اموا قلنا بتاخد ايه؟ بتاخد النون.
مارتين ده اسم بنت، فده مفرد مؤنث يبقى بيساوي الآل، لأن الآل بتحل محل اسم مفرد مؤنث. سيسيل منى ده اسم جمع مؤنث يبقى بيساوي ايه اللي بيحل الجمع المؤنث اللي هي الإيه افيك اس، لأن الاثنين أسماء فتيات. لوي اموا، لوي وانا، قلنا لو عندي اسم اموا بحط النو، بس بصيت في الاختيارات ما عنديش النو، الاقي ان عندي الاو، وافتكروا ان الاو قلنا بتساوي النو بس في اللغه العاميه. هنا ان ليفر، ان ليفر انا ما اعرفش ليفر يعني ايه، بس من الان عرفت ان ليفر اسم مفرد مذكر، لان الان بيجي بعدها اسم مفرد مذكر، فبالتالي الليفر هتاخد الايل، ليفر اللي هو الكتاب. هنا ان تخوس، ما اعرفش تخوس يعني ايه، بس من الان عرفت ان كلمه تخوس اسم مفرد مؤنث، فاللي بيحل محل المفرد المؤنث اللي هو الآل. طيب وتخوس اللي هي المقلمه. هنا دي ليفر دي تخوس، هنا الاثنين جمع، بس هلاقي ليفر جمع مذكر. طب عرفت منين اللي هي جمع مذكر؟ لان انا حافظها ان ليفر، وكلمه دي تخوس جمع مؤنث لان انا حافظها ان تخوس، فبالتالي دي جمع مذكر ومؤنث، فقلنا مذكر ومؤنث الولد اللي يكسب، فنحط الايه يا شباب الاي لافيك اس. نوها اتوا، اسم اتوا قلنا لو عندي اسم اتوا تساوي الفو، هي نوها وانت يبقى انت. دي كده حل الاسئله. طيب يا شباب، ممكن البعض يقابله صعوبه في انه يحدد الاسم ده اسم ولد ولا بنت، فيحل الموضوع ده ازاي؟ زي مثلا كلمه زي بيير، ما هوش عارف ده اسم ولد ولا اسم بنت. نفس الكلام مع كلمه زي مارتين، ما هوش عارف ده اسم ولد ولا بنت. احل الموضوع ده ازاي؟ ببساطه عندي هنا النو دي فيه اسماء الفتيات، دي اسماء الفتيات الموجوده عندي في المنهج واللي بتتكرر بكثره. المفروض ان انا اقراهم اكتر من مره، بحيث ان انا لما اشوف الاسم اعرف ده اسم ولد ولا بنت، واخد بالي من الاربعه دولت، وهقول لك ليه دلوقتي. تمام؟ يبقى انا اقرا الكلمات دي او الاسماء دي اكتر من مره، وطبعا اخد بالي ان دي اسماء اشخاص اللي هي اسماء فتيات، فبالتالي اول حرف كابيتال اللي هو حرف ماجسكيل يعني كابيتال، فاخد بالي من الجزئيه ديت ان اسماء الاشخاص بتتكتب كابيتال. طب دي بالنسبه لاسماء الفتيات. هنا كمان عندي النو دي جارسون اسماء الاولاد، برضو اقراهم اكتر من مره بحيث ان انا لما اشوف الاسم اعرف ده اسم ولد ولا بنت. طيب انا ممكن اقراهم، بس مع ذلك ممكن اجد صعوبه او اتلخبط. زي مثلا ايه؟ زي مثلا كلمه زي دي جابرييل، جابرييل ده اسم ولد منتهي بالال. لو رجعت هنا الاسماء الفتيات هلاقي برضو في عندي اسم زي جابرييل، وبرضو ده اسم بنت بس نفس النطق بس الكتابه مختلفه منتهي بالال او. احل الموضوع ده ازاي؟ ببساطه بالنسبه للاسماء بتاعت الفتيات اللي قدامي دي كلها والاولاد اللي هي قدامي دي كلها، اي اسم فيهم منتهي بالا مؤنث، وكمان اي اسم منتهي بالاو مؤنث، ما عدا السبعه دولت: بيير، الكسندر، اندري، فيليب، تيوفيل، استيفان، انطوان. اي اسم من دولت منتهي بالاو بس مع ذلك دي اسماء مذكره، فلازم احفظ السبعه دولت كويس او اقراهم واعرفهم كويس. طيب يبقى قلنا اي حاجه منتهيه بالا مؤنثه، منتهيه بالاو مؤنثه، ما عدا السبعه دولت. كمان الاربع اسماء دولت مؤنثين اللي هم ليلو، ايناس، ساره، ماريو، دي اللي هي الاسماء اللي قلت لك خد بالك منها. تمام؟ يبقى اي حاجه منتهيه بالا مؤنثه، بالاو مؤنثه ما عدا السبعه دولت، وكمان اللي هم الاربعه دولت مؤنثين. اي حاجه منتهيه باي حرف تاني او غير الاربعه دولت بتكون مذكره. اتفقنا؟ طيب نيجي نطبق مثلا على سبيل المثال اسم زي ده ادريان. ادريان منتهي بالان، او منتهي بالان يعني مش منتهي بالاو ولا الا، واللي هو من الاربع اسماء اللي اتفقنا عليهم اللي هم ايناس وليلو وماريو وساره، فبالتالي ده اسم مذكر. اتفقنا؟ اسم مثلا زي ده سامويل هنلاقيه منتهي بالال، فبالتالي ما هوش منتهي بالا ولا بالاو ولا واحد من الاربع اسماء، فبكده يبقى ده اسم ولد او اسم مذكر. طب اسم زي ده اللي هي تيوفيل، تيوفيل منتهي بالاو، بس اخد بالي احنا قلنا اي اسم منتهي بالاو مؤنث ما عدا السبعه، وهنلاقي تيوفيل منهم. اتفقنا؟ طيب لو جينا مثلا على اسماء الفتيات هنلاقي كلها منتهيه بالاو ومنتهيه بالا، بالاضافه للاربع اسماء اللي قلنا عليهم. تمام؟ وده يا شباب يعتبر اول جزء في الحصه الثانيه.
لازم تذاكر الجزء ده كويس، وبعد كده تدخل على الجزء الثاني اللي هتلاقيه بعد الفيديو ده على طول. وفي عندك اي سؤال او اي حاجه تواصل معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.